السلام عليكم ورحمة الله. اخوات ام محمود وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب يا حبايب قلبي باذن الله تكونوا بالف خير. النهارده يا غاليين بصوا بقى، اولا صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده انا جبت سمك مكاريل ولما جبته اشتريته النهارده فقلت له عادي يعني نضفوا لي. اتفقنا كده وهو بينضفه بسم الله ما شاء الله، لقيت فيه البطروخ بتاعه جميل وكان هيضحك عليا وقال ايه؟ قال انا هرميه. فقلت له لا تعالى يا غالي كده، انا عايزه البطروخ بتاع المكاريل، ما سمكي وانا اللي مشترياه، مش هبقى ناصحه وواعيه كده، انا ما بحبش حد يضحك عليا. اتفقنا كده، فانا خدت منه البطروخ، هو كده كده جاي من السمك وبسم الله ما شاء الله حاجه جميله. شايفين الجمال؟ بصوا انا عايزه اوريكم، شايفين طبق قد ايه؟ يعني مثلا بمعدل نص كيلو. طب مش يبقى حرام لما اسيبه؟ طب انا اخده واتبله تتبيله حلوه واعمله بطريقه حلوه نظرا لظروف الاسعار والغلا اللي احنا فيها، اعمله جنبيه شويه رز شويه سلطه، مش الدنيا بتمشي، يبقى دي يوم وقضيناه صح كده. فانا طلعت ناصحه. بصوا بقى يا حبايب قلب ام محمود، الحاجات اللي انا هحطها عليه ايه؟ انا عندي هنا توم فرماه، عندي معلقه شطيطه من اللي هو الفلفل الاحمر، عندي كمان كرفس، والبهارات اللي عندي ملح ومعلقه يعني معلقه صغننه كمون، وحاجه بسيطه قوي من الجوز الطيب بتدي ريحه حلوه قوي. اتفقنا كده. وعندي البطروخ بتاعي بسم الله ما شاء الله حاجه يعني كده فاخر من الاخر. شايفين الجمال؟ حرام لما ده انا اسيبه له يبقى حرام. اتفقنا كده. وعندي كمان هحط خل. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد كل الحاجات اللي قدام حضراتكم ديت هضربها في الخلاط او في الكبه وارجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا حبايب قلبي، انا كده خلاص طحنت الحاجات اللي انا التوابل بالكرفس بكله طحنته مع بعضيه. هسمي بسم الله بقى كده وابدا اخد البطروخ اهو، هسمي كده. طبعا انا ايه يعني ده ما بنتعاملش معاه زي السمك كده نعمل التتبيله قوي ونضغط على السمكيه، لا ده عايزين برفقه قوي بالراحه قوي كده، عشان هو طبعا بيبقى ايه يعني بيبقى طري قوي فسهل ان هو يتهري مننا. فانا هسمي بقى بسم الله. طبعا هو في كام واحده مهريه مني او مش منه هو يعني، بس انا برضو طلعت ناصحه قلت له حطها هاخدها. بس ما شاء الله بصوا البطروخ جميل ازاي، حاجه كده فاخر من الاخر. صوروا انا نسيت ايه؟ نسيت الليمون، فانا هحط الليمون في الاخر مفيش مشكله. هكمل بقى كده وارجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا حبايب قلبي انا حطيت شويه كمان من التتبيله اهي، وهبدا بقى كده اعصر الليمون. يعني انا كان ممكن افضل ان انا لو عصرته على التتبيله عشان انا مش عايزه ايه الفها في الليمون قوي عشان مش عايزه اهريه، بس انا اعمله بالراحه خالص. اتفقنا كده. عصرت الليمون وبايدي كده بالراحه قوي اهو. شايفين يا حبايب قلب ام محمود؟ كمان هبقى عايزه التتبيله دي انها تبقى اكتر شويه، لاني انا يعني اما نيجي نقليه هقول لكم انا هعمل ايه. هسيبه بقى كده في التتبيله الحلوه دي، يعني سيبيه بس مش كتير، يعني مثلا ممكن يسيبه بتاع ربع ساعه 10 دقايق مش اكتر من كده، عشان الليمون والخل انا مش عايزاه يتهري. اتفقنا كده 10 دقايق وارجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا حبايب قلب ام محمود، انا عندي هنا دقيق وعندي هنا معلقه نشا. هحط الدقيق ده كده معلقه نشا حلوه قوي كفايه عشان تديله بس قرمشه كده. مش عايزين نحط بقسماط عشان ما يتحرقش مننا يحمر مننا على طول وهو يكون لسه ما استواش. وهسمي بسم الله بايدي التانيه كده اهي. هسمي بسم الله وابدا بقى اخده كده البطروخ بتاعنا الجميل اهو. بسم الله. بصوا حبايب قلب ام محمود حلو قوي كده. هرجع بقى تاني احطه برده في التتبيله، ارجعه في التتبيله تاني كده وارجع تاني برضو هنا على دقيق البقسماط اهو، بالراحه كده. بسم الله ما شاء الله اهو. ايه رايكم كده؟ اسيب انا البطروخ ده؟ لا انا مش اسيبه له يعني ينفع، بس هكمل بقى الكميه ونروح مع بعض نجلي. انا كده بقى هنا حطيت يا غاليين الزيت، ويعني هو كده حلو قوي كده. ونسمي بسم الله بقى كده. وشايفين طبق البطارخ؟ ايه رايكم؟ يلا بقى نسمي بسم الله وهنقلي احلى شويه بطارخ اسيبهم له بالعين. ايه رايكم كده؟ احلى شويه بطارخ باذن الله مع شويه سلطه خضراء كده، سلطه طحينه والله، مع طبق بطاطس. بس انا النهارده عملت بطاطس زي ما قلت لكم كده، سلقتها وحطيت لها شويه كاري
شويه فلفل اسمر، حاجه بسيطه قوي من الكمون، بيكنج باودر، بضايه، بقدونس، وعملتها كده، هرستها مع بعضيها وقليتها. الكركم طبعا خلى طعمها حلو وشكلها كمان حلو، يعني ظبطنا الدنيا. الغالين هي مش هتاخد وقت في التحمير، بس والله العظيم حاجه كويسه. حرام الحاجه بقت نار، ربنا يرحمنا الرحمن يا رب، امين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، والله شويه بطارخ عسل. بصوا حبايب قلبي، يعني احنا ايه مش عايزين نتك عليها قوي في التحمير. دي كانت هي تتحرق مني اهي، ودي حلوه قوي كده. هطلعها بقى وارجع لكم ايه باحلى بطارخ باذن الله. غاليين احنا خلصنا الغدا بتاعنا النهارده. بتمنى يا رب ان الفيديو يعجب حضراتكم. واحنا عملنا غدوه بتكلفه بسيطه، وعملت معاها هنا طبق بطاطس زي ما قلت لحضراتكم. بطاطس هرستها وحطيت لها البهارات اللي انا عايزاها، بيكنج باودر على بضايه، وقليناها اهيت، ومع طبق سلطه. وجبه حلوه باذن الله وهتعجب ولادنا، وبرده التوفير حلو يا غاليين. وعايزه بقى اوريكم بسم الله ما شاء الله. بصوا البطروخ، شايفين الجمال؟ والله حلو جدا وهيعجب حضراتكم. تتبيلته بسيطه، وفي الاخر عملنا وجبه سفود بس على قدي. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم. كمان استنوا، انا عايزه اوريكم البطاطس. بصوا بقى البطاطس والجمال، شايفين الجمال؟ حاجه عظمه. بتمنى يا رب ان الفيديو البسيط ده يعجب حضراتكم، واسيبكم يا حبايب قلب ام محمود في رعايه الله. بس عايزه افكركم قبل ما انهي الفيديو، ما تنسونيش في اللايكات بتاعتكم الحلوه والكومنتات الجميله. واسيبكم يا حبايب قلبي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.